المهارة رقم 7 معانا النهاردة ألا وهي ربط المهارات المكتسبة من ال AI بمجالات كتير، زي مثلا ممكن يكون مجال شغلك، ممكن يكون في الطب، في التسويق، في الهندسة، في التعليم إلى آخره. يعني أنا مثلا لما ابتديت أستخدم جوجل شيتس مؤخرا كتير وابتديت أتعلم جوجل شيتس، وابتديت أستخدم ال AI في إن هو يعلمني الجوجل سكريبتس، ودي فعلا مهارة فادتني في شغلي كتير جدا، وقدرت إن أنا أكون متميز فيها في وقت صغير. الفايدة إن أنت بتخلق قيمة محدش غيرك يقدر يقدمها، وده طبعا بيخليك الأول في مجالك. إزاي أتعلمها؟ ابتدي فكر في مشروع صغير تربط استخدام ال AI بشغلك. زي ما انا قلت لك، انا اتعلمت جوجل سكريبت باستخدام الاي اي. ادوات ممكن تساعدك زي الشات جي بي تي، جيميناي، او في بلاتفورمز زي تابلو او باور بي اي لو انت بتشتغل في مجال تحليل البيانات. تحتاج وقت قد ايه؟ حسب المجال، ممكن من شهر ل6 شهور حسب تعقيد المجال، ولكن صدقني هتفرق معاك كتير جدا. المهارة رقم 8 وهي التفكير الاستراتيجي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مش انك بس تستخدم الادوات دي، لا، انت بتبص لقدام.